إذا إلا كانت كتواجهك مشكلة صعوبة في كيفية الاشتغال على الوثائق ديال الاجتماعيات خاصة الجغرافيا في الوطني أو الجهوي، عندك صعوبة خلق لك مشكل كيف تتعامل معها وكتشوف أن 8 النقاط أو 10 النقاط غادي تضيع منك، فهذا الفيديو موجه لك وموجه لك في كل ما يساعدك ويمكنك من ضبط والتحكم في طريقة التعامل والإجابة عن أسئلة الوثائق الخاصة بالجغرافيا سواء في الجهوي أو في الوطني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل المترشحين والمترشحات والمقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا سواء كان وطني أو جهوي، نتمنى لهم التوفيق. ونواصل التطبيقات في مادة الاجتماعيات، وهذه المرة مع كيفية الاشتغال على الوثائق في مادة الجغرافيا. هذه المرة بعدما أننا أنجزنا فيديو سابق عن الاشتغال في الوثائق في مادة التاريخ. إذن هذه المرة سنشتغل على الجغرافيا. إذن إلى رجعنا الآن للتاريخ ديال كرونولوجيا الامتحانات من 2011 حتى 2022، نشوفوا الأسئلة كيفاش كانت كتحط بالنسبة للجغرافيا، الاشتغال على الجغرافيا. هنايا بهذه الكرونولوجيا كنلاحظوا بأن الاشتغال على التاريخ كان هو الأكثر 7، والاشتغال على الجغرافيا كان 5. إذن هنا كنلاحظوا أو نحاولوا نعرفوا شنو هو القاسم المشترك ديال الامتحانات الوطنية طيلة هذه الفترة بالنسبة للجغرافيا. إلا حنا فهمنا كيفاش كتحط الأسئلة طيلة هذه الفترة، غادي نعرفوا بأنها ما تغيراتش، نفس البناء، نفس الأفعال السلوكية اللي تحاولوا تشتغلوا عليها، وغادي نعطيكم واحد المجموعة من الروابط وواحد المجموعة من الأمثلة. إلا نتوما ضبطتوا هاد الكيفية ديال طرح الأسئلة وكيفية الإجابة عنها، فأهلا وسهلا بأي سؤال سيكون في الوثائق ديال الجغرافيا. يعني ما تضيعوش ديك 8 النقاط على الأقل، لأن غادي تكون كلها انطلاقة من الوثائق. إذا بالنسبة للاشتغال على الوثائق مكون الجغرافيا، تابعوا معي وركزوا مزيان. هنا كاين فيديو أوضح فيه كيف تجيب عن وثائق الجغرافيا، ممكن ترجعوا له، غادي يكون الروابط ديالهم كلهم في الأسفل. إذا من حيث الأسئلة تابعوا معي جيدا. الأسئلة المتوقعة بالنسبة للاشتغال على الوثائق في مكون الجغرافيا، ماذا نتوقع؟ ماذا ينتظرنا كممتحنين في مادة الجغرافيا؟ نتدرب على هذه الأسئلة. إذن أول سؤال يطرح وهو حولي حولي الجدول إلى مبيان بالأعمدة، إما بالمنحنى أو بالدائرة، نصف دائرة إلى آخره، أو مبيان مناسب. بعض الأحيان كيكون مبيان مناسب، وانتم اللي كتختاروا المبيان المناسب. وفي القناة راه غادي تلقاو في التطبيقات في اللائحة ديال الفيديوهات الخاصة بتطبيقات الجغرافيا خاصة، تلقاو ما يكفي من الفيديوهات، وغادي نضعها في الأخير ديال هذا الفيديو مع في الوصف، صندوق الوصف غادي تلقاو كل الروابط. إذن هنا مثلا حول المعطيات الخاصة بالناتج الداخلي الإجمالي بمليار دولار الواردة في الوثيقة 1 إلى مبيان بالأعمدة. حدد لكم بالأعمدة، وبالتالي عليكم الالتزام بما هو مطلوب منكم. تلاحظوا النقطة ديالو 3 نقاط، نتمنى ما تضيعش منكم هاد 3 نقاط. بسيط وبسيط جدا، فقط ما هي شروط المبيان وكيف ننجزه لكي يكون مبيانا مقبولا. عندكم كما قلت لكم فيديوهات تشرح وتوضح لكم ذلك. فهناك مبيانات أيضا لن تصعب عنك المبيانات بعد الآن، يمكنكم ترجعوا لهذا الفيديو، راه فيه ما يكفي. السؤال الآخر دائما في السؤال رقم 1، إما غادي نلقاو وطين، إما نلقاو حول جدول إلى مبيان، أو وطين بالنسبة للخريطة. وطني أو وطن على الخريطة المعطيات التالية. مثلا ممكن تلقاو وتوطنوا الصناعات القديمة، الصناعات الحديثة، الصناعات العالية التكنولوجيا، أو بالنسبة للفلاحة مجال الحبوب، مجال المزروعات، ممكن تعطى لكم هذا. وهناك فيديو أيضا يوضح ذلك، يمكنكم العودة إليه، كيف تجيب عن سؤال وطن على الخريطة، فيه كامل التوضيحات ويمكنكم أن تطبقوا ذلك.
وطن، هذا كالأسئلة، وطن على الوثيقة رقم 1 بكتابة الأسماء المعطيات المطلوبة في المكان المناسب. 3 نقاط. مثلا الجزر الأربعة الكبرى لليابان، تسميو الأسماء ديال الجزر الكبرى لليابان، ثم توطنوا هذه الموانئ: ناغويا، أوزاكا، كيتاكيوشو وطوكيو. يعني أسئلة بسيطة جدا، 3 نقاط، يكفي أنكم تهتموا بالخرائط ويعني ما يكونش مشكل وما تضيعش منكم 3 نقاط كما قلت لكم. السؤال الآخر وهو حدد. دائما السؤال رقم 1 ممكن نلقاو وطن، ممكن نلقاو حول إلى جدول مبيان، أو ممكن نلقاو سؤال أيضا حدد أو حددي. وضعية مثلا الميزان التجاري، يعطيكم مبيان جدول أو مبيان فيه الميزان التجاري، حددوا وضعيته. أو يعطيكم البنية العمرية، تحددوا الوضعية البنية العمرية، ماذا يغلب عليها، فئة الصغار، شباب، كبار، أو من هم الشركاء. حدد الشركاء التجاريين، مثلا الشركاء التجاريين من دول الشمال وضم من دول الشمال إضافة إلى دول الجنوب، في مقدمتهم كذا وكذا الدولة الفلانية إلى آخره. حددوا بنية التجارة الخارجية، ماذا يغلب على بنية التجارة الخارجية من حيث الصادرات والواردات، ماذا يغلب على الصادرات، ماذا يغلب على الواردات. هذا هو السؤال ديال حدد، وكله في الوثيقة، كله في الوثيقة. السؤال الثاني أيضا الفعل السلوكي، دائما في رقم 1. السؤال رقم 1 نلقاو فيه أفعال سلوكية كثيرة، قلنا وطن، حول، عرف هو اللي جاي، حدد، عرف. وهنا عرف جغرافيا وليس تاريخيا. عرف أو عرفي جغرافيا ما يلي. إذا ستعطى لكم مجموعة من المصطلحات: قوة صاعدة، قوة عظمى، العولمة، الأسيان، الآلنة، الرأسمالية، أو الفاعلون السياسيون، فاعلون المؤسسون، وهكذا. يعني مجموعة من المصطلحات ومفاهيم جغرافية. الآن بعد ما نهينا من السؤال الأول والأشكال والأفعال السلوكية اللي كتحط التي يتوقع، إذا اشتغلوا عليها في وطنيات. ننتقل للسؤال الثاني. كيف ستكون أسئلة السؤال الثاني؟ ما هي الأنواع التي نتوقعها في السؤال الثاني في الوطني؟ مثلا صف. نتوقع إذا أعطيت لك خريطة مثلا، فممكن أن يكون صف أو صفي، وتيرة أو مبيان أو جدول حولناه إلى مبيان. غادي تكون هذا السؤال الأول حول، السؤال الثاني صف. السؤال الأول وطن، السؤال الثاني صف. صف وتيرة تطور مؤشر المبادلات التجارية للقوى الاقتصادية الممثلة في المبيان. إذا أعطوك جدول حولته إلى مبيان، السؤال الثاني صف. إذا كان المبيان صحيحا فسيكون الوصف صحيحا أيضا. إذا انتبهوا جيدا لهذه النقطة. وسنتمرن على كيف نجيب عن سؤال صف. قارن، يمكن يكون السؤال قارن أيضا، انطلاقا من خريطة، انطلاقا من جدول، انطلاقا من بيان، يمكن المقارنة. قارن بين القوى الاقتصادية الممثلة في الخريطة من حيث الناتج الوطني الخام، أو يمكن يكون في مبيان، يمكن يكون في جدول. المهم المقارنة. وسنتمرن أيضا على كيف أقارن، كيف أجيب عن سؤال أقارن. إذا هادو غادي نديرهم في واحد الفيديوهات قصيرة وربما تسهل عليكم أكثر. مثلا هذه الخريطة، شوفوا. إذا غادي نشوف أعلى، كان أعطيه رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5، رقم 6، ثم أقارن أيهما في الترتيب وأرتبهما من حيث الناتج الداخلي الخام. أيضا أنهينا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثالث، ماذا نتوقع من السؤال الثالث؟ كيف سيكون السؤال الثالث؟ استخرج أو استخرجي. إذا كنظن هذا مهم جدا، هذا السؤال الثالث، لأن كيكون مجزأ. السؤال الثالث ولكن مجزأ بحسب الوثائق، عدد الوثائق اللي عندنا. هكذا كيكون. استخرج أو استخرجي من الوثائق 1، 2، 3، 4 ما يلي. إذا المطلوب منكم هو أنكم تلتزموا بالإجابة عن ما هو مطلوب منكم فقط لا غير. مثلا انطلاقا من الوثيقة 1، انطلاقا
معناه أن الإجابة عندك في الوثيقة انطلاقا، ما تجيب شي حاجة من راسك، في الوثيقة. السؤال الثاني من الوثيقة باء من الوثيقة جوج، إذا معناه أن الجواب عندك موجود في الوثيقة جوج. الوثيقة 3 ممكن يقول لك مستعين بالوثيقة، معناه أن الوثيقة فيها جوج الأفكار، 3 الأفكار، ولكن أنت زيد جوج الأفكار أخرى يعني باش تولي 5 ولا 6 إلى آخره، لأن الوثيقة ما كافياش. مثلا عندك العوامل الطبيعية في الوثيقة، ولكن مطلوب منك أنك تستخرج عوامل أخرى اللي هي مثلا اقتصادية، عوامل بشرية، عوامل تنظيمية، كتزيدها، لأن قالك مستعينا الوثيقة غير عاونتك. ثم من الوثيقة 4 استخرج ما يلي. إذا تلاحظون أن السؤال الثالث إلا ما قريتوش الوثائق مزيان ما تقدروش تجاوبوا، إلا ما فهمتوش الوثائق مزيان ما تقدروش تجاوبوا. لهذا أرجوكم أعطوا الوثائق وقتا كافيا، افهموها ما أمكن لكي يسهل عليكم الجواب، لا داعي للحفظ. السؤال الرابع في الأخير من المكتسبات، انطلاقا من مكتسباتك. اكتب أو اكتبي انطلاقا من مكتسباتك فقرة تبرز أو تبرزين فيها مثلا تحديات وإشكالات الاندماج، مظاهر التباين، مظاهر القوة، مراحل النمو الاقتصادي إلى آخره. ممكن نعطيكم شي حاجة ديال الحفاظة. هذا السؤال عليه 2 نقاط. إلى أنتم ضبطتوا السؤال الأسئلة الأخرى ممكن توصلوا ل 8 النقاط. ما حافظينش ممكن هذا تستغنوا عليه، ولكن أنا نتمنى أن حتى نقطة ما تحاولوا تخليوها تضيع منكم. وهكذا نكون قد وضحنا البناء الذي تبنى به أسئلة الوطني بالنسبة للجغرافيا. يعني أننا نفهم كيف تطرح الأسئلة. أنا كنقول لكم من 2011 حتى 2022 الأسئلة لم تتغير، وهذا ما ينتظركم أيضا. إذا كانت الجغرافيا الاشتغال على الوثائق فهذا ما ينتظركم. إذا تمرنوا وتمرنوا على هذا النوع من الأسئلة. وسأضع لكم مجموعة من الأشرطة الفيديو التي يمكنكم أن ترجعوا إليها إذا احتجتم المزيد من التوضيح والشرح أو اعترضتكم مشكلة في تطبيقات. وأتمنى لكم التوفيق. أنتظر تعليقاتكم بطبيعة الحال وملاحظاتكم واستفساراتكم وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. إذا باش نساعدكم أكثر في التطبيقات وتكونوا عمليين شي شوية، ممكن تستعنوا بالقناة اللي وضعت فيها واحد المجموعة من التطبيقات التي تهم الجغرافيا. فلدينا كيف أختار المقياس المناسب، كل ما تحتاجه عن تقنية التوطين، الأخطاء الشائعة عند إنجاز مبيان في مادة الاجتماعيات، هناك حالات خاصة في المبيانات بعض الأحيان يقع التلاميذ يرتكبون في أخطاء فادحة، ثم كيفية إنجاز مركب يعني مقسم 3 الأجزاء. عندكم المبيان بالدائرة، شرح مفاهيم الجغرافيا، مبيانات كيف أحدد المبيان. إذا كل ما يهم المبيانات موجود. المبيان كيف تستطيع تحديد المبيان المناسب، منهجية كتابة موضوع مقالي في مادة الاجتماعيات بالنسبة للجغرافيا، كيف تتعامل مع الأرقام. بعض التلاميذ عندهم مشكل مع الإحصائيات اللي كتحط لهم في الجداول أو في الحفاظة، كيلقاو مشكل. إذا هناك توجيهات. كذلك التعامل مع الوثائق في الامتحان الوطني والجهوي بالنسبة للجغرافيا. وهنايا عندكم نموذج ديال منهجية الاشتغال على الوثائق، ممكن تطبقوا فيه وتشوفوا كيف نتعامل بشكل تطبيقي على نموذج امتحان. أخطاء يجب تجنبها عند إنجاز المبيان في الامتحانات، لأنك ترتكب أخطاء فادحة أيضا وكتمشي لكم النقاط ديال المبيان. ثم كيف تجيب على سؤال والطين. هذو كلهم أسئلة اللي هي شائعة وحاولنا نوضحوها في هذا الفيديو هذا. وهذا خاص بالنسبة للوثائق ديال التاريخ، يعني هذا الجوج ديال الفيديوهات هذا ديال التاريخ والجغرافيا. إذا نتمنى تستافدوا من هذا الباقة ديال التطبيقات ديال الاجتماعيات. ممكن تدخلوا القناة وتشوفوها.